بوادر انقلاب عسكري داخل الكيان المحتل، هذا الكيان المترهل والذي يعيش أزمات لا حصر لها وصراعات داخلية شديدة، شهد بالأمس وأول أمس واليوم تطورات مذهلة على صعيد التفكك الداخلي. 970 طيارا وضابطا وقائدا في سلاح الجو وقعوا على عريضة يرفضون فيها حرب نتنياهو على القطاع. هذه الحرب العبثية التي يقودها لمصالح سياسية شخصية باتت مرفوضة حتى من أهم جهاز حساس وهو سلاح الجو، حيث نحو 1000 طيار تقريبا بما فيهم المتقاعدون والاحتياط والعاملون لا زالوا في هذه الخدمة وقعوا على العريضة يطالبون فيها بوقف هذه الإبادة، وبالتالي يطالبون فيها بوقف الحرب. ورد نتنياهو ووزير أركانه ووزير دفاعه ورئيس أركانه بقرار لفصل هؤلاء العاملون بحيث لن يمارسوا الخدمة العسكرية فيما بعد. هذا طبعا القرار سيزيد من تعقيد الأمور وسيزيد من التشققات داخل الكيان وتحديدا داخل المؤسسة العسكرية. اللافت في الأمر أن عدد من المئات أيضا من الضباط والأطباء والعاملين في الخدمة العسكرية بشكل أو بآخر التحقوا بهذه العريضة وأعلنوا رفضهم لهذا القرار. قد يكون والله العلم عند الله أحد أسباب تفكك وزوال هذا الكيان هو الخلافات الداخلية والصراعات التي لا تنتهي.